السلام عليكم. اخت لينا بتقول قلبي وجعني جدا، وسبب وجع قلبها هو جوزها اللي كان متجوز قبلها ومخلف منها. طبعا الراجل ده لما جه يتقدم ليها قال لها ان انا ماليش علاقه في مراتي، وكمان ماليش علاقه في اي حد من اهل مراتي، كل علاقتي هتبقى ولادي اللي مالهمش ذنب في طلاقي ما بيني وما بين امها، وانا لو كنت عايزها كنت كملت معاها. وكانت كل ما تفتح الموضوع معاه يقول انا لو كنت عايزها كنت كملت معاها، انا عشت معاها اسود ايام حياتي. طبعا كانت بتقتنع بكلامه ومر الايام والسنين وخلفت منه طفل صغير وشافت حنيته مع ابنها. وكمان كان دايما بيخرج ولاده وبيهتم فيهم وبيجيب لهم كل حاجه هم عايزينها. الى ان في يوم من الايام حد بلغها وقال لها ان شفت جوزك وطليقته وابنائهم في العربيه معاه، وكان قصه انسجام جامده جدا. ولما تتبعهم اكتشف ان هو خارج مع الام والابناء، وكان مأنكجها وماشي معاها عادي ومفيش اي حاجه، وشكلهم كده رجعوا لبعض. طبعا في الحاله دي هي انصدمت جدا وراحت بلغته بالكلام واللي هو طبعا ما انكرش، بس قال انا ما رجعتش ليها. قال انا طلعت معاهم عشان حاله ولادي النفسيه ما تتدمرش، وعشان ما يقولوش اشمعنى ابويا وامنا ما لهمش علاقه كويسه ببعض. وطبعا انكر حته انه هيرجع ليها في يوم من الايام. وطبعا نفسيتها تعبانه جدا، خصوصا انها ما بلغتش اهلها بالكلام اللي طبعا مش هيرضيهم. بس صحابه عرفوا اللي حصل، وهي كبرت المشكله ما بين اصدقائها واصدقائه اللي حلوا الموضوع في الاخر على انه ملوش علاقه بيها، وعلاقته هتبقى بالابناء وخروجهم هيبقى مع بعض، ووعدها انه مش هيخرج مع مرته تاني. لكن من جواها زعلانه ومتضايقه وحاسه بقهره وخوف، وخايفه يرجع لمراته الاولانيه، وبتقول اعمل ايه؟ انا هقول رايي، هتعملي ايه؟ وكمان الناس اللي تحت ما اظنش انهم يختلفوا كتير رايهم، غير يعني رايهم عن رايي. بس انا رايي مبدئيا اي واحده تتجوز راجل مطلق وارد جدا ترجع ليه بنسبه 90%. 90 ايه 99%. وهيرجع ليها لان الزوجه التانية اللي هي الاولانيه دي هتبدا تحسن من نفسها وتلطف الجو وتحنن قلبه وتخلي العيال عايزين ماما وبابا ونتجمع في بيت ونتغدى، وتبدا ترسم عليه دور الست العروسه الجديده من اول وجديد. وبصراحه القديمه تحلى ولو كانت واحده. وكل الناس اللي هتتجوز زوجة تانية لراجل مطلق لازم تبقى مقتنعة بنسبة مليون المية ان هيرجعوا لبعض. لما يكون ارمل مفيش امل، خلاص تبقى حد متوفي، ايه اللي يرجعوا ليهم او الحياة الاسرية ترجع ليهم تاني؟ خليني اقول لكم، انا مستنية ارائكم تحت. وانتي تعملي ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه. انتي ترضي بالامر الواقع، ولو رجعها ما تخربيش بيتك عشان خاطر زوجته الاولانيه، خصوصا انتي بتقولي ان انت عايزه تطلقي بسبب انه خرج مع مراته. مش مستاهله يعني. ارضي بالمقسوم، ولا هو عمل جريمه ولا عمل حرام، واذا هو ديننا شر عليه ان هو يردها فيردها، ايه المشكله في كده؟ و... واظن لو كان زي ما بقول في خلافات جامده ما بينهم وبين بعض ومستحيل تتحل، ما كانش اصلا يستحمل منها حتى السلام. السلام عليكم.